وقبل ما نبدأ الفيديو علشان يوصلك كل جديد اعمل سبسكرايب وفعل الجرس. يلا نبدأ موضوعنا. أذكى كلب في العالم. أيوة، أذكى كلب في العالم. كلب ضرب الرقم القياسي في ذكاء الكلاب، بمعنى أن متوسط الكلمات اللي بيتعلمها الكلب خلال عمره من 150 إلى 250 كلمة. لكن الرقم القياسي للكلمات التي حفظها كلب كان 1022 كلمة، وهو مسجل باسم كلب من نوع كولي اسمه تشيسر، كان بتاع طبيب نفسي، واستطاع تعليمه 1022 كلمة. كلب مدمن عمل وذكي بشكل لا يصدق. الكولي لديه على ما يبدو كمية لا حصر لها من الطاقة، وتعتبر واحدة من أكثر سلالات الكلاب نشاطا وقوة. هذه الكلاب متحمسة للغاية وقابلة للتدريب، وهم ليسوا سعداء ما لم يكن لديهم عمل يقومون به. إنها تلك الصفات الدقيقة التي تجعلهم كلابا لا تزعزع في حالة تأهب النوبات. نظرة عامة على السلالة: الارتفاع من 45 سنتي إلى 56 سنتيمتر، الوزن من 11 كيلوغرام إلى 18 كيلوغرام. أصله كلب راعي، منشأه اسكتلندا. لما تم تصديره لأمريكا نظرا لذكائه الرهيب استخدم ككلب منزلي. صاحب نشاط مفرط وطاقة عالية. ارتفاعه حوالي 55 للذكر، ووزنه يصل إلى 20 كيلوغرام، متوسط عمره 15 سنة. ألوانه كتير، في الأسود وأبيض وبني، وفي خليط من الثلاث ألوان أو لونين، وعيونه بين الأزرق والأسود. صاحب شعر كثيف وذيل للأرض، وأذنان قد تكون منتصبتان وقد لا تنتصب عادي. يرتبط بأسرته، بيحب الكبار والصغار. ذكي وشجاع بدرجة تفوق حجمه. كلب اجتماعي، يكره أن يكون لوحده، لو قعد فترة طويلة لوحده بيزعل، وزعله بيبان عليه، يعني بيتقمص وممكن ما يرضاش يلعب مع صاحبه. مش من السهل انه ياخد على الحيوانات الأخرى، وممكن يبقى مؤذي ليهم. كلب مثالي في المناطق الباردة والحارة، يعني ما عندوش مشكلة في موضوع الجو، بيحتاج عناية بشعره من حيث النظافة والتمشيط. لو اتكلمنا على تدريبه فلازم ما ننساش انه اذكى كلب في العالم، يعني بيستوعب الأوامر والكلام اسهل بكتير من باقي الكلاب. بس انا قلت بيستوعب او بيفهم الأوامر، لكن كونه ينفذها او لا ده بقى حسب شخصية وسيطرة صاحب الكلب. لكن لو حصل وسيطرت عليه هتلاقي انه بينفذ الأوامر لوحده. في مقولة بتقول الإنسان يسعى إلى أن يطيع الكلب أوامره، كولي يسعى إلى أن يطيع أوامر الإنسان دائما. مشكلته إنه محتاج صاحب نشيط ويلعب معاه لعب وحركة كل يوم، وجري وفرهدة والأفلام دي، وأطباق طائرة وكور وكده. غير كده مش هيبقى سعيد معاك. يعني عندك بيت بجنينة وحركة وتنطيط هيبقى عندك كلب ممتاز، لكن لو عايش في شقة يبقى الكلب ده مش مناسب ليك. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وكومنت وشير لحد يهمه الأمر.